السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان، نتمنى أنكم كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو إن شاء الله اللي بغيت نهضر فيه على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، واللي كيشكل موضوع الساعة عند بزاف ديال أولياء الأمور ديال الطلبة ولا من طلبة شخصيا، واللي كيتعلق بآخر إكزام كانت صدرته الحكومة الصينية بخصوص الطلبة ديالها اللي كيبغيو أنهم يكملوا الدراسة ديالهم هنايا في الصين. هذا الموضوع هذا كيتعلق بامتحان CSCA. هذا الموضوع هذا الاخوان، اولا حاجه بغيت نقول لكم اعتذر على حيت هذا الفيديو كان عليا نديرو شحال هذه صراحه واحد السيمانه ولا جوج، ولكن نظرا لمشاغل ما كانش عندي الوقت انني ندير هذا الفيديو هذا، وبزاف ديال الطلبه كيسولوا عليه، والطلبه اللي كيسولوني في واتساب راه كنجاوبهم بطبيعه الحال. الاخوان، بالنسبه لهذا الموضوع ديال CSCA راه شيء مؤكد، وهذا الشيء كيأكد هذا ديك الهضره اللي كنت قلت في لي فيديو السابقه، انه الصين ولات كتفلتري في الطلبه ديالها، لانه بزاف ديال الطلبه كيقولوا لك شنو هذا الامتحان هذا. الاخوان، الصين راه قلتها راه ما بقاتش الصين ديال شحال هذه. الصين دابا ولات ماشي غير كتجيب الطلبه الدوليين، وانما ولات كتفلتري في الطلبه ديالها. وبالنسبه للاخوان، هذا الامتحان هذا شنو هو؟ بالنسبه للاخوان، هذا الامتحان هذا اولا كيتعلق بالناس ديال الباشلور، الناس اللي بغاو انهم يديروا الاجازه ديالهم هنا في الصين، ولا الباشلور، نقولوا الباشلور، راه هما اللي معنيين بالامر. بخصوص الطلبه اللي بغاو انهم يديروا سنه تحضيريه ولا الماجستير ولا الدكتوراه، راه معفيين من هذا الاكزام هذا. الاخوان، بخصوص المواد اللي كيدوزوا فيهم الطلبه، كاين الماط وكاين الفيزياء وكاين الكيمياء. بالنسبه للاخوان، الماط كيدوزوا فيه الطلبه، جميع الطلبه غيدوزوا فيه، مثلا سواء كنتي علمي ولا درتي مثلا دوك المواد ديال اللي كيتعلقوا بالاقتصاد ولا الارت ولا من غيرها من الشعب. وبالنسبه للطلبه الاخرين اللي مثلا كيديروا مثلا الكمبيوتر ساينس، السوفتوير ولا الاي ولا كاع دوك الطب ولا كاع دوك الميجرز اللي كنقولوا علميه، راه كيدوزوا في الماط ولا كيدوز في الكيمياء ولا الشيمي. كيختار ما بين الكيمياء والشيمياء على حسب الطالب شنو بغى، الرغبه ديال الطالب. وبالنسبه للاخوان، بزاف ديال الطلبه كيسولوا هنا واحد السؤال اللي مهم عاوتاني، كيقولوا لك شحال خصني نجيب هذا الاكزام هذا باش انني نتقبل في الجامعه. لانه واحد النقطه اخرى اللي بغيت نتطرق ليها، الطلبه كيقولوا لك بغيت ندفع الجامعه. الاخوان، باش انك تدفع الجامعه وقبل ما تدفع الجامعه خصك دوز هذا الاكزام هذا، لانه في الريكويرمنت ديال الجامعات كيكون فيه هذا التيست هذا. يعني انه انت فاش غادي تبغي تدفع الجامعه، في الدوسي ديالك ولا في الوثائق ديال الملف ديالك راه غادي تحط هذا الاكزام هذا والسكور اللي جبتي فيه، باش غير تكون هذه النقطه حتى هي واضحه. وبالنسبه للاخوان، كما قلت لكم، هذا الاكزام هذا شحال خصني نجيب فيه، هذه صراحه واحد النقطه اللي عاوتاني نقولوا زوينه وكترخف. كل جامعه شنو كتطلب، كل جامعه بشحال غادي تاكسبتيك اللي جبتي في هذا الاكزام هذا. يعني ما عندهمش واحد لو سي اللي هو محدد في جامعه للجامعات. يعني يقدر مثلا تجيب واحد النقطه ما تقبلتيش في هذه الجامعه، يقدر تقبلك واحد الجامعه اخرى. بالنسبه للاخوان، هذه الامور اللي متعلقه بهذا الامتحان. وبالنسبه لهذا الامتحان هذا امتى غادي يكون في اخر الشهر ديال سنه 2025 اللي هو ديسمبر، غادي يكون اول امتحان. وكاينين صراحه بزاف ديال الدورات، كاين جونفيي وكاين مارس وكاين ابريل وكاين ماي وكاين جون. يعني اول امتحان اللي غادي يكون في سنه 2025 في لافان ديال في لو ديال ديسمبر، وغادي يكون واحد في جونفيي، وغادي يكون في مارس وابريل وماي وجون. بالنسبه للاخوان، بزاف ديال الطلبه كيسولوا عليك كيسولوا على واش هذا الامتحان هذا واش غادي نخلصوا عليه ولا ما غاديش نخلصوا عليه. مثلا الاخوان، ما عرفناش انه كاينين معلومات انه غادي تخلص واحد المبلغ المالي. نشوفوا ديك الساعه حتى ان شاء الله كيابليو الطلبه، ونشوفوا شحال غادي يخلصوا، الا كانوا غادي يخلصوا شحال غادي يخلصوا. هذا الشيء كامل ان شاء الله غادي نشوفوه من هنا لقدام، حيت لانه مازال ما كاينش شي حاجه اللي نقولها انه غادي. انا حاليا مازال ما شفت شي حاجه باش انني نعطيها للطلبه. داكشي علاش، لانه بزاف ديال الطلبه كيسولوا، راه كيقولوا لك الخلاص كاينين الا مثلا الا دوزتي ماده واحده كتخلص واحد القدر المالي، الا دوزتي جوج كتخلص اكثر. الاخوان، ان شاء الله ملي يكون هذا الشيء راه غادي نصاوبكم علما في الانستغرام ان شاء الله. ما تنسوش انكم تتابعونا في الانستغرام، راه تما كنبارطاجيو
بزاف ديال المعلومات اللي يقدر كتكون مستعجله ما نقدرش اننا نديرو فيديو في اليوتيوب. كنبارطاجيو الحوايج غير في ستوريات باش هكا الطلبه اللي كيتابعونا ولا اللي دفعوا معنا خصوصا يتوصلوا بالمعلومات الكافيه باش هكا ان شاء الله تكون عندهم الامور واضحه ويكونوا على درايه بالاشياء اللي كاينين. هادو هما تقريبا المعلومات اللي بغيت انني نبارطاجيهم على هذا الموضوع هذا. وبالنسبه للاخوان واحد النقطه اخرى كيقولوا لي الطلبه النموذج ديال هذا الامتحان. بالنسبه للاخوان اللي بغيت نقول لكم ان اصلا هذا الامتحان راه ماشي اول عام غادي يتدار، راه كنت انا اصلا ديجا هضرت عليه العام الفايت في لي جروب ديال الواتساب اللي كانوا الطلبه كيكونوا فيه. قلنا انه غادي يكون هذا الامتحان هذا وكان داروه وكان غير كيتيستيوه، ما كانش عنده واحد العلاقه مع القبول النهائي في الجامعات. يعني يقدر تزوزو ويقدر جبتي فيه مزيان ولا ما جبتيش فيه مزيان راه غادي تقبل في الجامعه، كان غير بمثابه التيست. ولكن بالنسبه لهذا العام راه عنده علاقه مباشره مع القبول مع الجامعات. باش تكون هذه القضيه حتى هي واضحه. وان شاء الله نتمنى انني تطرقت لكل شيء، ما نسيتش شي حاجه بخصوص داكشي اللي كيطرحوا لي الطلبه بخصوص هذا الامتحان هذا. نتمنى انه واحد النقطه اخرى نزيد نضيفها. الطلبه كيقولوا لي امتى غادي ندوزو. اخوان كما قلت لكم انه الامتحان كاين في ديسمبر، حاولوا انكم لانه بزاف ديال الطلبه كيسولوا على النموذج ما تدوزوش الاخوان من الطلبه اللي هما الاولين، خليو الاخرين تيدوزوا تيبانوا كما كنقولوا النماذج ديال الامتحانات، وهكا ان شاء الله تكون عندك فكره وديك الساعه انت تمشي تدوز. تسول دوك الطلبه مثلا اللي دوزوه يقولوا لك مثلا ها شنو اللي كاين لانه هذا الامتحان راه كيدوز غير اونلاين، ماشي راه زعما كتجي لليونيفرسيتي وكدوزو، كيدوز غير اونلاين. غادي تسنى الطلبه الاوائل كما كنقولوا هما انهم اللي دوز كتسولوا. ما تكونش راه كاينين بزاف ديال الدورات كما قلت لكم فاش دوز، كاين جونفيي مارس ابريل ماي جون. داكشي علاش الاخوان نتمنى انا النصيحه ديالي للطلبه انهم ما يدوزوش من الاوائل، يتسناو حتى تكون واحد الفكره ولا كان شي فكره ان شاء الله. واش الطلبه اللي غادي يدوزوا الاولين غادي نحاولوا اننا ناخذ عندهم المعلومات، وهكا ان شاء الله غادي نبارطاجيو معكم الامور. خصوصا الطلبه اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب بخصوص انهم مهتمين باش انهم يدفعوا للصين. شكرا الاخوان، شكرا. نتمنى انني فدتكم بالمعلومات في هذا الفيديو هذا، وان شاء الله مزيدا المعلومات. وشكرا بزاف على الاشتراكات ديالكم على القناه، ومبروك علينا وصلنا تقريبا واحد 1000 ابوني في هذه القناه هذه. هادشي يعني اننا في المسار الصحيح وكنبارطاجيو معلومات اللي كتفيد الطالب. وكان شاء الله حنا كما وعدناكم انها قناه اصلا توجيهيه، كنبارطاجيو المعلومات اللي كيسولونا عليها الطلبه. وبالنسبه للطلبه اللي ما كيتواصلوش معايا الاخوان ما تنساوش انكم تكومونطيو لينا شي كومونتير. اي تساؤل عندكم راه كنجاوبو حتى في لي كومونتير وكنجاوبو في الواتساب. وكان شاء الله نتمنى ان المعلومه توصل للطالب ان شاء الله. وشكرا.